يقول على المساحة اللي أعطونا إياها أكيد عندهم. أحب أشكر أكيد مصممة الكوش والفرشات البحرينية فاطمة درويش اللي غيرت لنا اليوم السيت اب تبع الاستديو. أحب أشكر أيضا زينب علوان على المكياج. أحب أشكر أيضا صالون ميسو سارة العيد. وأحب أشكر أيضا مصممة الأزياء البحرينية كبرى القصير على اللباس اللي أنا لابسته اليوم، وجميع طاقم العمل اللي متواجد عندنا في الحلقة. خلونا نشوف مشاهدينا تقرير نفتتح في حلقتنا لهذه اليوم ونرجع للاستديو. يمكن هذه الأجواء مشاهدينا هي اللي تميز العرس البحريني أو العرس الخليجي أو العرس بمفهومه الشعبي، من الدزة، من الفرشة، من لباس العروس، من حتى تحضير العروس حق نفسها من ناحية الحنة، شعرها، هذه الأمور الجميلة. أنا قاعدة أطالع هني بالمساحة هذه الأمور الجميلة اللي دائما تطلع العروس بطريقة مختلفة عن عروس اليوم. عروس اليوم جميلة، عروس اليوم يمكن يغلبها البياض، قبل العروس يغلبها الطابع الملون، الطابع المزركش. احنا حابين نعرف اكثر عن هذه الاجواء اللي دخلت اكيد في الاعراس. راح نتكلم اكثر وبتفاصيل ان شاء الله ما تكون ممله. ففي البدايه مثل ما انا فتحت الحلقه طبعا بشكر، وافتتحتها بموضوع الدزه او موضوع الفرشه، لا مو الدزه، الفرشه. واليوم احنا استديونا زينت لنا مصممه الديكور
فاطمه درويش اللي عطتنا الطابع البحريني في الفرشات او في الكوش. فاطمه درويش راح تكون اول ضيفه معنا في الاستديو. فاطمه درويش حياك الله. يا هلا، مساء الخير، شلونك؟ ان شاء الله طيبه. اولا يعطيك العافيه ومشكوره على السيت اب الحلو اللي سويت لنا اياه. حياك تفضلي. وطبعا بالنسبه للطابع الحديث، يمكن احنا اليوم راح نتكلم وياك فاطمه عن هذه الفرشه اللي انت سويتيها لنا اليوم الملونه، واضح انها بحرينيه، فاحنا بنتكلم عن هذا بالضبط، عن هذا الخط اللي انت اشتغلتي فيه او اللي اتجهتي له. لكن ايضا مشاهدينا في ناس وايد تحب الحداثه، تحب الفخامه، تحب هذه الطابع الاوروبي الجميل اللي احنا نحبه في العرس اكثر. معنا عبيده الخاجه من يوسف قاسم، حياك الله. اهلا، شلونك عبيده؟ هلا، ان شاء الله طيبه. خير الله يسلمك. الله يسلمك، حياك الله. طبعا عبيده، تفضلوا حياكم الله. طبعا عبيده بعد انت ما قصرتي ويانا في اول حلقتين لما كان الجو نوعا ما معتدل، اعطيتوا لنا مسرح وما قصرتوا، ودائما اساسا يعني يوسف قاسم او يوسف ار دائما موجودين معنا في التلفزيون، نشيطين ما يقصرون، يعطيكم العافيه. ببتدي وياك فاطمه، اليوم العروس اذا بتيج مثلا المحل وبتقول لك والله سوي لي كوشتي، سوي لي سيت اب مثل ما احنا نقول، شنو اللي تطلبه اليوم العروس؟ اول شيء تختار اللون. اول دلوه هو حابين بالدلوه اكثر؟ فوجود الالوان المكان فاطمه احنا بنواصل اكيد حديثنا هذه اكثر، لكن مشاهدينا خلونا نشوف وياكم تقرير عن العرس التقليدي، العرس البحريني. انا ما بقول قديم، بقول العرس التقليدي. نشوف هذا التقرير ونرجع لضيوفنا في الاستديو. أنا صراحة عن نفسي أحب هذه الأجواء، أحب
احب الالوان، احب هاي النوع من الطقطقه الصراحه. نحس انه فعلا في عرس، ويمكن من خلال اجابتك فاطمه عرفت انه يمكن اليوم العروس تركز اكثر على الستايل البحريني في الجلوه، لكن عبيده انتم في عندكم اكيد في المكتب لما اتي العروس مثلا مع اهلها مع زوجها لازم في نقاش خاص بخصوص عرسها، لكن اخر 5 أو 7 سنوات شو اللي تغير على العروس عندنا في البحرين؟ الحين احنا صرنا نسوي عروس من 22 سنه انا اسوي عروس تقريبا. اللي صار اخر 7 سنوات بالضبط الناس تغير، الذوق كله تغير، الترند تغير، الناس بدات تحب الفول ترانسفورميشن في المكان. احنا قبل نسوي مسرح ورد وخلاص خلص العرس، الحين لا، لازم تغيير. يعني العرس لما تدخلين القاعه ما تشوفينها نفسها. فيعني يعني اول احنا مثل ما نقول كنا نسوي المسرح يعني مثل ما انت بعد ويانا الحين خلاص A to Z تبي الوول ترانسفورميشن، المسرح، الورد، حتى الضيافه، كل شيء، البطايق، كل شيء، كل هاي الاشياء الحين صار عدا الويدنج بلانر ان احنا يسوونه. جميل. فاطمه بالنسبه حق الكوشه، اذا انت مثلا بتسوين كوشه حنه او كوشه فرشه، شنو اكثر شيء طبعا غير اللون وغير الحجم، مثلا اذا بتروحين انت مثلا المكان وتاخذين قياسات، شنو اكثر شيء صار ينطلب اليوم؟ هل في ترند او في موضه معينه؟ الجيف اواي. اها. يبون الجيف اواي، يبون البطايق، لان قبل العروس قبل ما في بطايق، الام تتصل وتعزم اللي يعز عليها. صح. الحين لا، في انفيتيشن كارد. بعد يبون جيف اويز نفس ما قلت لك، يبون حلويات شوكليتس على اسامي العروسين، يعني اشياء نفس ما اقول كماليات حديثه، بغض النظر اذا كان ستايل قديم او ستايل حديث، فهم يدخلون الجديد مع القديم. الجديد مع القديم، إيه يعني شوكليت ما في شوكليت، بس يمكن انتم بطريقه تغليف معينه، ترتيب معين، يطلع الشكل العام للموضوع. عبيده اذا جاتك مثلا العروس، شنو اول خطوه تسوينها مع العروس حق التخطيط مثلا لمسرح؟ انا اول شيء احب اسالها شنو الاشياء اللي تكرهها. اللي تكرهها؟ أي. عشان تتجنبينها. عشان اتجنبها يعني. وبعدين تعرفين لما تتعاملين مع العروس قاعد تتعاملين مع وقت هي بتكون في حساسه لاخر درجه. اي. وما تعرف شنو تبي، وعندها في بالها دريم. صح. طول عمرها تنتظر ذي الوقت. الحين احنا شلون نيسر لها ونسهل لها كل شيء ان ذي الليله اللي هي تنتظرها ان تكون البرفكت نايت اللي تبيه، واللي في مخها شلون احنا ممكن نترجمه الى واقع. هاي شغلنا. نقعد وياها، نراويها، ناخذ منها كثر ما نقدر معلومات، اعطينا انسبريشنز، شنو اللي تحبينه، شنو الالوان، انا اكثر شيء اسال الاشياء اللي العروس تكرهها عشان تتجنبونها اثناء العمل. يعني هاي شيء مهم بالنسبه لي. اي. عقب اواصل وياها، نعطيها اوبشنز، تشوفها، وافقت، بدينا المشوار. حلو، بدينا المشوار. بالنسبه حق مشوارك فاطمه في موضوع الحنه وموضوع الجلوه، اليوم الحنه ما زالت محتفظه بمفهومها التقليدي، الالوان، الفرحه يمكن كلها في الكوشه، في مثلا ستايلات قديمه معينه احيانا انت العروس تطلبها وتصر على ان هي تكون موجوده في الفرشه، مثل شنو؟ يطلبون ان يكون المكان يشحن بداية بالمشموم، بالرازجي، المبخر القديم العود. عندك مثلا اساله شنو بتلبسين؟ تسالني بس بلبس ثوب النشل حزه الجلوه اللي بتكب، يعني بروحها بيجلونها. تبي كل الالوان اللي فيها زري، فولك، اشياء قديمه كلش. وتسالني اذا عندنا ضيافه قديمه نفس يعني الحلويات القديمه كلش، الرنجينه، زلط، الجيمات. طبعا انا ما عندي المحل ان اسوي هالاشياء، بس اتعامل مع محلات يسوون هاي الحلويات. حلو، جميل. يكون في مثلا بعد عبيده بالنسبه حق المسرح، هل حتى المسارح الحديثه اليوم تتطلب مثلا إضاءة معينة، ورد معين؟ كلمينا عن هذه الأمور الدقيقة اللي يمكن إحنا كمعازيم ما نعرفها. احنا كإضاءات يعني كله يعتمد على العرس نفسه، على يعني خلينا نقول على المستوى اللي أنا قاعدة أشتغله. أنا في عروس أجيب لهم لايت ديزاينرز من برا، ساعات نجيب يعني الكرو كامل نجيبه من برا علشان يعطينا الاكسبيرينس اللي احنا نبيه. احنا في النهايه لما نسوي ديكور عرس فاحنا حق المعازيم وحق العروس نفسه قاعدين نخلق جو. هاي الجو اكثر شيء يفيده يعني نحصله من الاضاءه طبعا،
اللايتنج اهم شيء وايد عندنا. تلعب دور الاضاءه في الموضوع. ميك اب العروس يبي له اضاءه، فستانها يبي له، حتى المسرح ساعات مثلا تحطين لون، اذا حطيت الاضاءه على اللون تتغير الخلفيه تماما. اها حلو جميل. والاضاءه لازم تكون صح، وما بعدين صورها العروس إيه. بنفسجيه ولا زرقاء. انسجام. لا، هاي الاشياء احنا شغلنا ان احنا يعني نتاكد ان هاي الاشياء ما تصير. حلو. اليوم علشان العروس مسرحها يكون بيرفكت فروم اي تو زد، مفروض تجيكم قبل ايش كثر؟ انا الحين اخذ حجوزات جانيوري، يعني نحتاج 6 اشهر. اذا نبي نسوي بلاننج عدل نحتاج وقت، لكن ما نبتدي، يعني انا اقول لهم 6 اشهر بس احتاج اكشوال ورك شهرين مثلا، شهر ساعات قبل. بس ذا هول بروسيس اوف بلاننج هاي الويدنج احتاج 6 اشهر ان نعرف بالضبط من وين الاشياء بنجيبها، شنو كم الشغل اللي يتطلب اني انا لما اقعد اشتغل في المكان، ايش قد كم العمل اللي يكون. يعني ساعات احنا نسوي تشيك ليست حق الويدنج ياخذ اوراق A3، يعني في ديتيلز احنا نحاول ان ادق التفاصيل اللي الواحد يمكن ينساه، لا ما نبي ننسى ولا شيء حق دي الليله. حلو. انا حبيت انه يكون في نقاش مثلا بينكم وبين العروس بخصوص انت شنو ما تحبين، او التركيز على بعض النقاط اللي يمكن حتى احنا كمعازيم ما نركز عليها. مشاهدينا اليوم العرس صار يكلف وايد، بس في النهايه النتيجه حلوه حق ليله يسمونها ليله العمر. خلونا نشوف ليله العمر في التقرير التالي. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير. شفنا العرس الحديث شلون معظم المشاهدين قاعدين يشوفونا، اكيد حضروا. انا اي وحده كاميرتي 4 ولا 5 قاعده اشوف هني. يمكن معظم المشاهدين اللي شافونا حضروا عروس حديثه، شافوا الكوشه الجديده شلون، شافوا لباس العروس الجديد شلون. واعتقد العرس التقليدي له طعمه والعرس الجديد ايضا له طعمه. لاروزا ايفنتس اليوم سووا لنا
هذه الكوشه التقليديه. يوسف قاسم، يوسف ارت، سووا لي اكثر من ستيج في اكثر من حلقه، ويمكن اعطونا ستايل المسرح الحديثه والمسرح التقليدي. ارجع لك عبيده من بعد هذا التقرير، يمكن هذا التقرير خصك انت اكثر. اليوم العرس صار تحضيرات تخرع، يعني من ناحيه حتى خلينا نتكلم عن طاوله العشاء مثلا، الصحن، الشوكه، القفشه، قلاص الماي، غرشه الماي، بوكس التيشو، هاي كله صار متعب. انتم شلون تقدرون انكم يعني ترتبون اموركم حق هذه الحفله، حق هذه التفاصيل اللي في الصور تترك اثر حلو جميل؟ اهم شيء التخطيط الدقيق. اي اذا انا من فتره، عشان كذا احنا نقول ناخذ 6 اشهر. احنا صدق ممكن الشغل ما يبتدي حق الاكشوال ورك، حق البرودكشن ما يبتدي الا شهر قبل، بس انا ادري من 6 اشهر شنو بستخدم حق دي العرس، من استكانات، من شو بليتس، من ورد، من ديتيل الورد، كل التفاصيل تكون مسجله ومحطوطه حق دي الكلاينت، حق دي. يعني الجود بلاننج هو اللي بيخلي العرس يكون بيرفكت. شنو اول خطوه تسوونها في القاعه؟ شنو اول ما تدخلين القاعه تبتدين بشنو؟ الارض. تبتدين بالارضيه. الارضيه، وطبعا مو كاربتنج، الارضيه ان انا افرشها كلها خشب عشان الزليه ما تتحرك بس. اي عقب ابتدي الكوشه والجدران، عقب الكاربت والاثاث كلها. عقب نروح قاعه الاكل ونسوي بقيه، واخر يوم الورد. اخر يوم الورد عشان يتم فرش. فاطمه، يعني اول شيء انا عارفه ان اليوم عرس اخوك وانت جايه الحلقه علشاني، مشكوره حبيبتي، ان شاء الله اردها لك في اقرب وقت. ويعني اذا رحتي العرس سلمي عليهم بعد، شو اسوي فشلانه فيك، ما عندي شيء اقوله. بالنسبه لك انت حق الحفلات هذه التقليديه سواء كانت حنه ولا جلوه، اول خطوه تبتدين فيها شنو؟ انا اول خطوه الستيج. إيه؟ يعني اخلي العروس مكانها يكون جاهز، هي الاهم في العرس عندي. عقب المعازيم، خصوصا الالوان، يعني هذه ترولي عقب ما تخلصين احيانا غلط بسيط تضطرين تغيرين كل الباك ستيج يعني. فاول شيء نبتدي في الستيج، بعدين صوب المعازيم، صوب الضيافه، عندك صوب الجيف اويز بعدين. شنو اكثر فتره في السنه تكثر عندكم فيها الاعراس عبيده؟ انا الحين في بيك سيزون قبل رمضان. ايه قبل رمضان، عقب نوفمبر ديسمبر لما الجو يكون بارد. يعني الحين الترند صاير الاوت دور ويدنج. فتشوفين يعني نسوي في اللون مال الفور سيزون، نسوي في الايلاند مال الريد، نسوي الايفنتس اللي الناس الحين الحفلات الصغيره 300، والناس تبي هاي المتعه في الجو لما يكون حلو. هاي يعني عقب يبتدي من شهر لشهر 5، خلينا نقول من نوفمبر ل5 قبل رمضان. هاي السيزون اللي يكثرون فيه الافراح. اوكي، وقبل لا اختم وياك فاطمه بس اخر سؤال، هل للحين في اقبال على حفلات الحنه؟ العروس اليوم للحين تبي التحنى قبل عرسها؟ اكيد، لان هاي احلى شيء في العروس حنتها، يعني اليوم اللي تفرح فيه مع عائلتها، تقعد مع صديقاتها، الناس اللي جرابها، فالحنه مطلوبه بكثره يعني. جميل جدا. عبيده الخارجه من يوسف قاسم ارت او يوسف ارت، بالنسبه لك انت بعد فاطمه درويش من لاروسا ايفنتس، مشكورين وما قصرتوا، شكرا على لياقتكم. يعني فاطمه عندها عرس وعبيده ما تطلع على التلفزيون، مشكورين وايد ان انتم جيتونا اليوم، ويعطيكم العافيه والله يوفقكم ان شاء الله. مناسباتكم دائما مميزه، حضرت لك اكثر من عرس مسويتها وانت بعد نفس الشيء مميزات، يعطيكم العافيه. مشكورين. عندنا هني الفرقه، نسمع شيء من الفرقه اللي موجوده معانا اليوم.
سمعنا وياكم مشاهدينا هذه الدزة، يمكن هذه الدزة هي دزة العروس. إن شاء الله احنا راح نتناول أكيد الجانب الفني من هذه الأعراس التقليدية وهذه الفنون اللي ما زالت موجودة حتى في الأعراس الحديثة، وراح يكون أكيد لنا لقاء مع قائد هذه الفرقة، لكن في الجزء الأخير من الحلقة. حلقتنا إن شاء الله راح تتواصل وياكم مشاهدينا، راح نتكلم عن هذه الأعراس الجميلة، الأعراس بمفهومها التقليدي والأعراس بمفهومها الحديث. الحين كنترول شو عندنا؟ راح نشوف وياكم مشاهدينا تقرير عن الأعراس. راح نسأل الناس في الشارع هل ما زال في إقبال على الأعراس التقليدية، الأعراس الحديثة، يعرفون شنو برايدل شاور وبيبي شاور؟ خلونا نشوف التقرير. كم تدفع مهر؟ كلش ما ادري تبين الصراحه. كم ادفع مهر ولا دفعت؟ انا اوريدي دافع، انا متزوج. متزوج انا بس قد ما تبي. 6000. وبكيفي اعطيتها بلاش. إذا ريلك قال لك أنا ما عندي فلوس حق أسوي لك عرس، إيش بتسوين؟ الحمد لله أنا متزوجة. يعني على حسب الرجال، إذا يسوى عادي مو مهم عرس. خليه يسافرني. ما عنده فلوس حق السفرة. أروحش عليه. إذا أنت معزوم على عرس، زين، كم عادة تدفع حق الحلاق؟ انا حلاقي انا ياخذ مني علشان الشعر دينارين، علشان اللحيه كل نص دينار. ما في مفتوح، ممكن 5 دينار الى 10 دينار. ما يطلع تقريبا كم؟ 50 ل 100. 100 دينار كويتي. معزوم؟ ما يطلع اذا يعني اذا الريال يسوى 10 دنانير، اذا حلق كشخه 10 دنانير خالص. 7 دنانير. لا البنيه انت قاعد تحكي على 90 170 يعني مو اقل من 70. زين ليش هالكثر احنا ندفع وايد وانتم تدفعون شوي؟ احنا بس لحيه وترتيب شعر. انتم تركيب شعر، موش، مكياج، ما في شيء تحطونه. من 70 إلى 100 طبعا بحدود الدينار الكويتي. تعرف شنو البرايدل شاور؟ هاي الحفله اللي يسوونها قبل العرس اللي مو بعرس يعني، بس هاي اللي اعرفه يعني. برايدل شاور، برايدل شاور، جاي شاور. برايدل شاور يعني برايد اللي هي العروسه. شنو هذا برايدل شاور؟ ما تعرفون، ما سمعتوا قبل؟ لا. البرايدل شاور يعني حفلة قبل ما تتزوجن. والله المفروض بالانجرين يسوونها البرايد الميد اوف اونر تسويها حق صديقتها وحفلة وكذي، بس يوزعون ابيض وهدايا. الحين شلون؟ يمكن الوحدة بتسوي لروحها. يجوز يعني. تدفع مهر؟ كم تدفع مهر؟ صدمت من السؤال ها؟ التقرير وايد كانت فيه إجابات غريبة. ليش إجابات غريبة؟ لأن في مفردات تخلت أيضا على المجتمع البحريني، ويمكن بعض الشيء أيضا هي غريبة. برايدل شاور، البيبي شاور، هذه الأمور حتى اللي ينحط على الطاولة تغير، التوازيع تغيرت. شكرا زينة على التقرير، وأشكر أيضا الجمهور اللي تفاعل وياها في هذا التقرير من خلال الإجابات. تكلمنا وياكم في الجزء الأول مشاهدينا عن المسرح أو الكوشة اللي يعتبر أيضا شيء مهم وجزئية مهمة للعرس. احنا الحين راح ندخل في التفاصيل، راح ندخل في التحضيرات الفعلية. في أشخاص وجودهم أو لمساتهم وايد مهمة في العرس. إذا بنتكلم عن الأشياء اللي تنحط في الطاولة، اللي في المدخل، قاعة الأكل، اليوم راح نتكلم عن هذه الأمور مع شخصين نقدر نقول أنهم خبراء في هذا المجال. تسمح لي ثابت قنبر ابتدي بليديز فيرست؟ عيارة. شلونكم؟ ان شاء الله طيبين؟ الحمد لله، الله يسلمك. نهل المحمود طبعا لالا بيلا، اسم يعني طلع فترة قصيرة لكن غير امور وايد.
يعطيك الصحه والعافيه. ونفس الشيء ثابت قنبر، ابتديت بيوسف للحلويات وبعدين صار القدوع. مشكور على القدوع اللي وفرته لنا اليوم، صراحه سوى اكسسوار حلو، اعطانا اضافه جميله. ونفس الشيء يصير في الاعراس وفي الحفلات ترى وجوده مهم. ابتدي وياك نهله، قبل العرس تسوي العروس مع امها، مع خالاتها، مع صديقاتها اذا وايد اجرب منها. اليوم في شخص نستعين فيه من برا عشان يسوي العرس اللي هو ويدنج بلانر. شو يسوي الويدنج بلانر بالضبط نهله؟ الويدنج بلانر فقير، هو اللي يشيل كل شيء. هو اللي يشيل الاكو والماكو، بس بيسكلي يعني شغله الويدنج بلانر طبعا وايد تسهل عمليه العروس، تسهل عمليه يعني تنظيم العرس طبعا. ونفس ما قالت مساعة عبيده يعني تفاصيل صغيره لا يتم الاغفال عنها، يعني تاكدين انت يوم الحفله انه يكون كل شيء جاهز، كل شيء بارز، حتى القدوع، التصوير، الشعر، المكياج مال العروس، هذه كلها ان انت تكونين اتليست مغطيته. فهني دور المكياج والشعر يعني احنا يعني كويدنج بلانرز يعني طبعا انت كويدنج بلانر اول شيء انت تكونين الشخص الاول اللي العروس تستعين به كخبير، انه هو ينصحها حق من يروح، حق من هاي، على حسب اللي الدارج اللي في السوق، خلينا نقول الترند حاليا. طبعا ما في ترند معين، انه في النهايه يرجع الامر حق العروس، حق ذوقها، حق هي شنو تحب. فدور الويدنج بلانر طبعا انه هو ينظم هاي العمليه ويسهلها ليوم العرس. طبعا على قولة عبيده نبتدي المشوار لين نخلص للاخير. طبعا صح. يوم العرس لازم طبعا التفادي الاخطاء، هاي الامور كلها تكون كامله على اكمل وجه على حسب ما تم التخطيط له. فهني دور الويدنج بلانر، يعني بدون الويدنج بلانر يمكن قبل اوكي سهل العمليه، بس في وايد امور كانت اخطاء ممكن تصير. الحين ويدنج بلانر طبعا شغلته انه هو اصلا يتفادى هذه الاخطاء على اساس انها تكون الليله ليله العمر. حلو. ابو يوسف، يمكن انت اليوم وجودك معنا مهم، كون ان القدوع بعد صار شيء مهم في حفله الحنه، الخطوبه، الجلوه، العرس، حتى الاكل الحلو المغري سواء كان حلو ولا مالح، صرت اشوفه في الفتره الاخيره يعتبر ايضا جيف اواي، تغليف حلو ممكن حتى تعطيه المعازيم. كونك صاحب مصنع حلويات وموالح ولك يعني خبرتك في السوق، ويمكن مروا عليك زباين اشكال وانواع واذواق، العرس اليوم شو اللي تغير عليه عن قبل؟ طلبات العروس اليوم او اهل العروس شو اللي ميزها او شو اللي فرقت عن قبل؟ الحين اكثر الناس اللي حق الاعراس يعني ياخذون التوزيعات، الصواني الكبيره حق يوزعونها على المعازيم. طبعا احنا عندنا الحين في قدوع 450 صنف حلويات، منها الشوكولات ومنها الحلويات الشعبيه. ايه والتراديشنال سويت. فهذه قاعد يسوي اوبشن اكبر حق الاعراس عشان يقدرون يوزعون اكثر. هذه في على الطاولات يحطون حلويات او موالح او هذه، وهي طبعا كلها تصنيع مصنعه. وفي اللي في الصواني اللي يدورون على الناس فيه. فتغير موضوع الاعراس يعني، والناس تبي الشيء الجديد. اي يعني ما يتمون على ما هو عليه القديم. يعني ويمكن رغبة الناس في ان هي تبي شيء جديد، شيء مميز، شيء غريب، هي اللي يمكن طورت مفهوم العرس أكيد. او هذه الحفلة. اكيد. فاحنا الحين تقريبا شبه اسبوعي ننزل اشياء جديده. اي حق الاعراس. يعني العروس ما تحتار. تجيكم تدوخ. ايه ما شاء الله المحل كبير. اي ما شاء الله. يمكن ذكر شغله مهمه ابو يوسف، انه دائما الحين المحلات توفر شيء جديد، العروس لما تيجي تقول لك انا ابي شيء جديد، شيء غريب، شيء مميز، شنو الجديد في السوق نهله هالايام؟ طبعا كل شيء جديد. انت في النهايه لما انت بتسوين عرس كان اهم شيء، اهم بارت انه ما يكون متكرر. يعني في اعراس ما اقول لك يمكن تتكرر الفكره ككونسبت، كالوان، كثيم معين، ولكن انت تحاولين قد ما تقدرين. يعني ابسط شيء القدوع، تتميز القدوع شلون راح يكون، طريقه عرض الصواني شلون راح تكون، طريقه البرزنتيشنز اللي راح تكون على الطاوله. طبعا نفس ما قلتي انت في البدايه، الحين وايد الناس قامت تميل الى اللمسات الاوروبيه اكثر. فيونج بالصور كلها صور على البحر وصور على شو اسمه وجزيره اسباني ودخلتين اللون، هاي ما يمشي احنا عندنا في البحرين. فنحاول شوي نجيب العروس على الارض، ترى انتي في البحرين مثل عرس بحريني بس كيوت يعني. كيوت يعني نحاول يعني احنا بس إن قد ما نقدر طبعا نحاول نواكب طبعا الترند، شنو اللي موجود. شنو العروس هي حابه، الالوان الدارجه. يعني احنا اتذكر العام طلعت موضه العروس الصفراء،
انا اتذكر يعني سويت عرس كامل كله لون اصفر، حتى القدوع كان القدوع كله لون اصفر. مكان مزعج، يمكن العروس الحين قاعد تطالعني والله يعني، بس إيه خاطري عارف. والله انه ما توقعت، كان يدي على قلبي انه ايش بيصير هالعرس، لا صار بيصير محاحه. كنت يعني شلون طلع؟ بس والله طلع جميل، يعني احنا ما حد توقع النتيجه، وكان لانه لون غريب ولانه كان نيو ترند فالناس وايد تقبلته. وكان طلعه قويه يعني كانت، فيعني فهلهم في امور بسيطه الناس تتقبلها. الحين وايد قاعدين يجون يبون العرس لون احمر، يعني مو بان العرس كله احمر بس كلون دارج، اللون غريب جريء جدا، ولكن طريقه الويدنج بلانر والويدنج ديزاينر شلون يدخل اللون بطريقه ذكيه وحذره، هاي اللي طلع العرس راقي. نهله يمكن تكلمت عن الحذر في استخدام الشيء. بالنسبه حق الحلويات الشعبيه ابو يوسف، احنا يعني ما نبي بس نركز على الحديث، لكن بالحلقه هذه احنا بنحاول بعد نرجع حق الامور الشعبيه. اليوم انت كصاحب مصنع حلاوه ومتذوق الشغله هذه، شلون لما يجيك ويدنج بلانر او تجيك عروس مثلا هي حاطه ميزانيه وتبي تاخذ حق القاعه، شلون انت بخبرتك تدخل الحلاوه الشعبيه في عرس حديث؟ من اي ناحيه؟ يعني الحين طريقه التغليف احنا عندنا تغيرت. يعني انا حرصت في محل قدوع كل الحلويات مغلفه بالتغليف الشفاف، بحيث انه يكون قدام الناس يعرفه هو ايش ياكل. اذا بتردين على الحلويات الشعبيه مثلا شنو غيرت؟ انا زيدت الانتاج الحلويات القريبه الشعبيه بس قريبه. مثلا حطينا المتاي في اكياس، حطينا الزلابيه في اكياس، حطينا السمبوسه في اكياس. هذه الاكياس يعني من ناحيه صحيه، من ناحيه طريقه جماليه بعد جماليه، على من ناحيه تقديم الناس حبته. فموضوع الميزانيه يعني الناس تخبرين، يعني في ناس يجون يبون بكميات كبيره حق الاعراس، في ناس على قدهم. احنا نتكيف على كل واحد شنو رغبته وننصحهم. انا دائما اكون متواجد في المحل عشان انصح ذيلا الناس، عشان هم تساعدينهم في الاختيار. اي يعني بحكم خبرتي انا اقدر ان انا انصحهم شنو اللي ياخذون، شنو اللي ما ياخذون، شنو اللي بينفعهم، شنو اللي فاغلب الناس يعني حابين الشغله. واحس اليوم بعد طريقه التغليف اللي ذكرتها في اجابتك ابو يوسف بعد وايد تاثر على ان الشعب يكون حلو على طاوله مودرن. يعني مثلا حتى ساعات الحلويات المحشيه باشياء جديده، بيستاشيو بيست، اللوتس، هذه الامور وايد ترى غيرت وموجوده عندك في المحل. وانا ركزت على ذي الامور، يعني يا تهبه اللوتس تقريبا 20 صنف من اللوتس انا سويت، من شوكلت، من حلويات شعبيه عين الجمل والكاب وهذه، من الشوكلت، من البساتيق، يعني في كل الاشياء حطيت لوتس. حلو. البستاشو نفس الطريقه، الناس ما تمل من البستاشو، يعني ما تروح موضه البستاشو، لأن نوع المكسرات وموجود نوع المكسرات. فاحنا نراعي في التصنيع، نراعي شنو الناس اللي تبي، شنو الجديد في هذه. حلويات اوروبيه متوفر اللي هي الشوكلت، الحين انا انتج تقريبا 250 صنف. بعد لو رحنا على الاوروبي ما ننسى التراديشنال في الاوروبي طبعا. يعني اخر شيء سويته الحين الشوكلت على شعر البنات. المحشي شعر البنات حلو. وايد حلو، وايد ناس حابينه حق الاعراس. فهذا الشيء انت دام وصلتي لمتطلبات الزبون وخليتي الزبون على طول في تجديد، اكيد الناس بتيجي. جميل جدا. احنا ان شاء الله بنواصل حديثنا عن هذه التحضيرات، لكن نسمع شيء من فرقة اسماعيل دواس. تعطونا شيء؟ يلا. يا
حلقة اسماعيل دواس، طبعا كانوا ويانا مشاهدينا في هذه الحلقة، يعطيهم العافية. هذه زفة المعرس، هاي زفة المعرس. احنا ان شاء الله بنتكلم اكثر عن هذه الزفات في الجزء الاخير من الحلقة، لكن مشاهدينا طبعا نهل المحمود وثابت قنبر ما زالوا موجودين معنا في هذه الحلقة. ويوسف اليوم التوزيعات صارت شيء وايد مهم، يمكن الضيوف اللي كانوا قبلكم في الحلقة منهم فاطمة درويش طبعا كانت تتكلم عن موضوع الجلوات والحنة، كانت تقول اليوم التوزيعات هي الشيء الترند اللي اكثر شيء يعني مطلوب وتركز عليه العروس انه ما يفشل. بمنتهى الصراحة لما تجيكم مثلا ويدنج بلانر تقول لكم انا عندي عرس وابغى اسوي توزيعات، ايش تقترحون عليها؟ تبتدون من شنو؟ تبتدون مثلا من اللي بيتوزع ولا بالطريقه اللي بتتخلف فيها التوزيعه؟ لا، هو ترى موضوع التغليف وايد مهم عند العروس. يعني ليش؟ لان هذه بيمثلها في الاخير قدام الناس. صح. فيبون شيء يكون يبيض الوجه. فمثل ما قلت لك احنا عندنا وايد اشياء بحيث انه تقدر توفي هاي الامور. فمثل ما قلت لك لان الناس يجون يحتارون شنو ياخذون. 450 صنف مو بشيء هين، فالناس حابه الشغله ذي. خصوصا عندهم اوبشنات وايد. تقدرين عندنا الشوكليت، عندنا الحلويات الشعبيه، عندنا وايد امور. طريقه التغليف وايد مهمه، فالناس حابه هذه الشغله. فالناس يعني ودها بالجديد. الشغله المهمه اللي احنا قاعدين نسويها في قدوع ان انا قاعد انشر ذي الشغله يعني كل 20 يوم انزل حلويات، كل 20 يوم ننزل تقريبا 20 صنف حلويات. فيمكن هذا النشاط من صوبكم او من صوب المحلات البقيه خلى حتى مثلا الزباين ما تحتار، يكون عندها اوبشن. لا ما تحتار. قدامها تختار ويكون العرس او مثلا عرس حنه جلوه تطلع بطريقه. الحين صارت الفتره الاخيره تجيني طلبيات من خارج البحرين. انا قاعد افتح محلات في كل دول الخليج، في الكويت وفي عمان وفي ابو ظبي. فتجينا طلبات من كل دول الخليج حق الحنه ولا حق الجلوه ولا حق الاعراس. تختلف المناسبات وكلهم يبون يعني التغيير. اي. نهله بالنسبه حق الجيف اواي، الجيف اواي شيء وايد مهم. يمكن احنا اول نشوف الجيف اواي اكثر في الولاده، بعدين الجيف اواي تطور من اعياد الميلاد الى العرس. كلميني عن الجيف اواي في العرس الحديث. شوفي للامانه الحين الاعراس يمكن قبل كانوا يسوون جيف اواي وايد، الحين الناس شويه ردت انه ما يكون جيف اواي از جيف اواي، التركيز كله على الشوكليت، القدوع هو اللي صار نوعا ما كنا جيف اواي، فيكثرون من القدوع لان في وايد ناس يمكن ما توكله في العرس لهم فما توعين الا يعني حطوا لها انه بس بياخذونه وياهم البيت، فالناس قامت تفكر بهالطريقه. ستيل في بعض الاعراس اللي مثلا فيها نوع الديزاين اللي طاغي على كل مكان، يبون ان الثيم يكون جدا متكامل. طبعا هني في هالحاله ننصح انه يكون في جيف اواي محطوط على الطاولات او انه يتوزع قبل نهايه العرس. قبل نهايه العرس بالضبط، على حسب التقسيم، بس انه قبل نهايه العرس تكون الناس للحين ما مشت، اغلبيه المعازيم كلها موصله وتكون العروس دشت، فالناس للحين في هذه الجو الجميل انه زفت العروس وهاللون. فيعني قبل العشاء عادة يتوزع الجيف اواي قبل لا تصير الهيلة يعني مثل ما نقول. حلو. فيمكن قبل توزيعات مو يعني كانت يمكن أكثر من الحين توزيعات جدا محدودة وعلى حسب نوعية العرس وطريقته يعني وثيمه. شنو أغرب أوردر جيف اواي ياك في لالا بيلا؟ مهفات. مهفة ومحطوطة على الطاولة. ليش؟ كان اوت دور ويدنج، فكان انه من ضمن الكونسبت وكان وايد حلو. لا تصدقين لحظه تذكرت انا مره حضرت عرس وكان ما شاء الله البيت كان عود وكان شتاء وزعوا علينا شالات نفس الشيء بس العكس. نفس الكونسبت بس العكس. اتذكر لانه كان العرس اوت دور كانوا وايد يحاطون الجو. كان اتذكر اذا ما خاب ظني كان شهر 4 فكان في الحوش يعني في بيت وكانوا خايفين ان الجو يكون حار، فقلنا يعني اوكي من ضمن هذه نقدر نسوي توزيعات. انا بعد قلتها على غشمره يعني خل نحط لهم مهفات، قالت اي والله خلني نجيب لهم مهفات وصارت صدق. والله حلوه صارت يعني صدق يعني سبحان الله. كان يعني مو بوايد حار بس انه كان حار يعني الناس ما طول العرس. انت فولتي عليهم. هاي انت فولتي عليهم بس زين طلع العرس على الاقل حلو بشيء مميز. الحمد لله. يلا سلم على العروس اللي حطت لهم مهفات.
بالنسبه حق قدوع، يمكن قدوع يغلب على الموضوع اللون الاخضر، فيمكن انا دائما لما اتذكر قدوع احب اتذكر الامور التقليديه اكثر، يمكن لان احنا في البحرين صرنا في الفتره الاخيره نحب المطاعم اللي تقدم الاكل التقليدي، الريوق الشعبي، حتى انواع الشاي نحبها تكون تقليديه. ابو يوسف مثلا لما يجيك ويدنج بلانر او تيك عروس مع اهلها او عروس مع زوجها، تقترحون عليهم مثلا طريقه وضع المشروبات، طريقه الضيافه، هذه الامور اللي زائد القدوع، هل يكون مثلا في نقاش من هالناحيه؟ والله انا اقترح عليهم يعني اكثر شيء موضوع الحلويات، يعني تعرفين هم يجون اخر شيء حق القدوع. يمكن هذه الامور هم اوريدي مخلصينها، فما اقدر ادش في هاي التفاصيل وياهم. وموضوع الضيافه، لان هاي بعد ترولي شيء جديد. الضيافه احنا نقترح عليهم نوعين من الضيافه، يا اما هي صواني معبيه يدورون فيها السيرفيس، وفي على الطاولات، وفي التوزيعات. يعني ثلاث مقترحات. بس شنو المطلوب اكثر عندك؟ اكثر شيء الصواني. لان انت صوانيك ما شاء الله مميزه، انا لاحظت. يمكن تنطلب علشان حتى شكلها، يمكن حتى طريقه مثلا، لان انت توفر بعد في برنامج من برامج اتذكر كواليس ما قصرت، طرشت لنا نسوان وكانوا ميودين الصواني ودله الشاي والقهوه، روالي هاي بعد شيء يعني مو بجديد، هو قديم موجود لكن رجع بطريقه حديثه. الناس حابين التراديشنال، فانا دائما يعني اقترح على ذيلا العرسان انه ياخذون الضيافه. طبعا انا عندي قسم الضيافه، نجيب نسوان نلبسهم ثياب النشل، ان كان خضر ولا ان كان البيج ولا ان كان الاحمر، على الثيم مال العرس. فيقدمون الحلويات ولا يقدمون القهوه والشاي حق المعازيم، فهاي طريقه بعد حلوه، خصوصا ان تعرفين لابسين بطاطيل لابسين ثياب النشل، يعطون جو، بالعكس بيكون اضافه حلوه على اغلب الناس. انا في الفروع زين في الويكند دائما اجيب هذه النسوان، فالناس السياح ولا الناس اللي يعني الزباين اللي يجون يحبون يصورون وياهم. تشدهم اعتقد هاي الهيئه او هاي اللباس الشعبي يشد الزبون. مميز فالناس حابه هذه الشغله، فانت توفرين حق الناس التراديشنال والمودرن. صح، حلو. نهله، شنو اكثر وقت يمكن تنطلبين فيه انت كويدنج بلانر؟ اكثر شهر في السنه واكثر وقت في السنه يكون في نشاط في الاعراس؟ شوفي، هو طبعا سيزن، لان معروف يعني سيزن الاعراس متى، يعني اغلب شيء اللي هو يكون بعد ما تخلص وقت الامتحانات، هني اغلبيه الناس اللي هو وقت الصيف ووقت الربيع طبعا، والاعراس الشتويه الحين صار الناس تنطر الشتاء عشان تعرس في الشتاء حق الاوت دور ويدنجز. فهو سيزن في النهايه، اغلب الوقت الحين طبعا من عقب رمضان شويه، يا قبل رمضان زحمه وعقب رمضان مباشره تيجي الزحمه، فشهر رمضان لانه شوي يكون ركود، واوقات الامتحانات يعني احنا صاير نظامنا ويا المدارس، احنا جايك مثل المدارس احنا وياهم. فاي يعني ما يحضرني يعني سيزن معين، بس يعني سيزن الاعراس بالضبط يبتدي خلينا نقول من بعد رمضان، خلينا نقول شهر 9 10، يعني هاي كلها لابريل، وبعدين شويه تكون اعراس خفيفه، بعدين نرد نبتدي مره ثانيه شويه في شهر 6، شويه في شهر 7، على حسب الحين رمضان كل سنه يقدم. فانا اتذكر يعني مره قبل سنتين رمضان كان شهر 7، اتذكر شهر 6 والله ان كل ويكند كني طقاقه عندي عرس وبالعرسين ما شاء الله يعني انا ما اخذ عرسين في يوم، بس يعني صدق ما شاء الله من زود، يعني كان ضغط مو طبيعي، مو بس انا يعني حتى يعني انا يعني الحمد لله علاقتي وايد زينه مع اذر ويدنج بلانرز، يعني اسالهم وهذه كلهم مشغولين. كان هالشهر يعني ما شاء الله لا اله الا الله، كان شهر 6 اكثر شهر اتذكر كان صدق زحمه. يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. بالنسبه لك ابو يوسف، بس قبل لا نختم ونروح نشوف التقرير، شنو اكثر وقت تحس الزباين تحب تشتري قدوع؟ تحب ان هاي القدوع موجود عندها في البيت؟ شوفي احنا دائما في الاجازات دول الخليج يصير عندنا شغل، ومن شهر 2 لعقب العيدين يكون طبعا في شغل الحمد لله، يعني تقريبا طول السنه بس يجي من 3 ل 4 شوي يخف الشغل دائما، بس اوقات السنه الحمد لله في شغل وفي طلب. احنا يعني قبل لا ننتقل نشوف ايش عندنا، الحين جايك رمضان، هلا في القبو والقرقعون، ويوسف جايك رمضان، هلا في القدوع والدلال والصواني، والله يوفقكم ان شاء الله ويجيكم الخير يا رب. ما قصرتي، مشكورين. مشاهدينا خلينا نشوف هذه اللوحه الفنيه الشعبيه اللي وايد حلوه وتناسب حلقتنا لليوم،
ونرجع نواصل حلقتنا. خلكم ويانا. لباس العروس يلعب دور مهم في هذه الحفلة، سواء كانت حنة، سواء كانت جلوة، حتى لو كانت بتلبس هذا الفستان الأبيض اللي يميز العروس، خصوصا في هذه الأيام في الأعراس الحديثة تحديدا. راح نتكلم عن هذا الجانب المهم جدا، يعني مثل ما الكوشة مهمة، مثل ما الأكل مهم، الجيف أواي مهم، فستان العروس بعد وايد مهم.
معانا مصممة الأزياء عايشة الشيخ. طبعا عايشة مسي عليك بالخير. وعايشة انت مو غريبة يعني على جو التلفزيون ومستضيفينك وايد وتكلمنا معك وايد عن هذا الموضوع، موضوع فساتين الأعراس، بس احنا اليوم راح نتكلم على وجه الخصوص عن أعراس قبل وأعراس الحين. تلاحظين هالايام العروس تغير ذوقها ولا للحين صارت تطلب ستايل العروس الكلاسيكية؟ احس ان في الوقت الراهن يعني العروس بدات تميل ان هي تكون كلاسيك اكثر، اكثر من ان هي تكون يعني ستايل غريب اي او نمط غريب، فقامت تميل الستايل الاوروبي اكثر. تبع الستايل الاوروبي اكثر. لكن اليوم يعني مثلا لو جاتك عروس تبي تتجهز حق حنه ولا تبي تتجهز حق خطوبه، طريقه تحضير الفستان مثلا تختلف عن طريقه تحضير فستان الزفاف الابيض؟ اوكي، انا اول شيء تخصصي في فستان الخطوبه او الزواج. طبعا فستان الخطوبه يختلف عن فستان الزواج من حيث الموديل، من حيث الالوان، فيختلف. صارت تميل العروس يمكن هاليومين اكثر حق الالوان اللي هي تعتبر من درجات اللون الابيض، بس فيها شويه يعني خروج عن المألوف، السكري، الابيض اللي على اصفر شويه، الابيض اللي على وردي. تدخلين عايشه في موضوع اختيار الالوان مع العروس؟ طبعا يعتمد على بشرتها في انتقاء لون فستان العروس، ففي بشرات معينه نختار لها الاوف وايت او درجات الابيض او السكري. والموضه، هل مثلا عامل الموضه له دور في الموضوع؟ هل ممكن ان مثلا والله انت تقترحين على العروس ان الحين موضه الاوف وايت، ليش ما تسوين فستانك اوف وايت؟ هل يصير في نقاش عن هذا الموضوع بينك وبين العروس اللي بدتي تفصل فستان زفافها؟ جات فتره كانت طلع الاوف وايت بشكل كبير، فطغى يعني تقريبا من حوالي يمكن سنتين كذي، فكان الاوف وايت بشكل كبير. كل عروس اتي تطلب اوف وايت بدرجاته، من الدرجات الغامجه للفاتحه، الابيض ابتعدت عنه بشكل نهائي. والحين رجعوا مره ثانيه حق الالوان مو الابيض، في لون اللي الصدفي. اي اللون الصدفي، رجع اللون الصدفي او اي شيء. انزين، بالنسبه حق التحضير حق فستان الزفاف، ايش كثر ياخذ؟ يعني العروس اللي تبي تحضر حق فستان، ايش كثر لازم مثلا ياخذ التحضير؟ اشطر عروس انا اقول لما تجيني قبل ب4 اشهر تقريبا. اشطر عروس لما تجيني قبل بفتره. مثلا ايش كثر هذه الفتره؟ نقول 3 اشهر او 4 اشهر تقريبا، علشان بين فتره البروفات وبين فتره المقاسات، او العروس يعتمد ساعات بعد على في العامل النفسي. يكون في نقاش مثلا مع العروس بخصوص القصه، بخصوص الموديل، الكوشه، يكون في نقاش مثلا بينك وبين العروس بخصوص كوشتها وفستانها. بالضبط، اي بالضبط، لازم انا انسق بين المسكه او المكان اللي بتقوم فيه حفله الزواج لها. فانا احاول ان انا انسق بين ستايل الفستان، طول الفستان، قصه الفستان، هذه كلها احاول ان انا انسق. تسالين العروس عن الورد، تسالينها عن مسكتها، عن لون الورد اللي بيكون موجود في القاعه. ما شاء الله عرايس هالوقت وايد شطر، يعني لما تيج اول شيء هي ماخذه جايبتك في التليفون صوره. يعني السوشيال ميديا الحين خلى العرايس متفتحين اكثر من قبل. صاروا يعرفون ايش يبغون. فتجيني هي يعني اوريدي مختاره الموديل، مختاره القصه، مختاره الطريقه، مختاره الشيء اللي يناسب حق جسمها يعني. فالعرايس حلو. اليوم للحين في ناس صارت تحافظ على هالتسلسل، للحين في ناس صارت تسوي خطوبه حنه او جلوه وعرس من خلال الزباين اللي يونك او الزبونات بمعنى اوضح. اغلب الناس يعني اغلب الناس يحافظون على هاي، لان ذي حفله وذي حفله وذي حفله، فتحب البنت ان هي تحتفل بالثلاث ليالي يعني. عندنا فستان، لاحظنا الفستان يمكن قصته هي قصه الفشكات او قصه السمكه، هذه القصه للحين تنطلب ولا رجع الطلب على الفيكتوريان كات اللي هو الفستان النافش، القصه الملكيه؟ في عروس تجيك
هي فاشن شوي يعني، فتبي تطلع عن المألوف. اي بس اغلب العرايس يحبون انهم يكونون كلاسيك وما يخرجون عن المألوف. انت تقترحين على العروس مثلا انها تركز على الستايل وتبتعد عن هالموديلات، يصير في هذه النقاش مثلا انه والله انا انصحك لا تسوين هذا الموديل ما راح يظهر جسمك، او هالستايل لا تسوينه بعد 5 سنوات بتروح موضته. اي لازم، هي لما تجيني بالدرجه الاولى واثقه انا شنو الفستان بيناسب قصه جسمها. فانا اقول لها هاي القصه تناسبك، هذه الموديل ترى حتى لو هي جايبت لي مثلا في التليفون او شيء عجبها، اقول لها هذه عقب كم من سنه ترى تحسينه صار قديم، صار وايد قديم. فانت خليك على نمط معين علشان انت الالبوم بيكون فيه تقريبا 130 صوره او 80 صوره خلينا نقول. فعشان انت مع مر السنين لو فريتي انت تشوفين فستانك للحين حلو وجميل. فخليك حفله الخطوبه، يمكن انت متخصصه في الخطوبه والزواج، حفله الخطوبه بالذات عايشه ساعات نشوف مثلا فستان بيبي بلو او فستان مثلا ماروني. للحين هذه الالوان مطلوبه في حفله الخطوبه، ولا تحسين انها الوان شاذه وغريبه وممكن انت حتى تتدخلين في موضوع الذوق؟ قليل جدا الالوان هذه، قليل جدا. اذا جاتني عروس تبي تلبس هذه الالوان تكون جريئه او تحب ان هي تطلع عن النمط. تسوين هذه الالوان صراحه؟ اسويها بس بفكري انا وبطريقتي انا، عرفتي شلون؟ بدمجي انا مع الالوان، يعني اشتغل بالماروني بس ادمجه مع الوان، يعني مع اقمشه مثل الاورجانزا مثلا، او تكون درجه اقل من درجه الماروني، نفس المستوى بس عشان ما يكون اللوك جدا قوي اثناء دخلتها. شنو اكثر موسم يكثر فيه الطلب على فساتين الاعراس، او اكثر موسم يكون فيه عندكم شغل مكثف حق عرايس؟ ما شاء الله العرايس طول السنه تعرس، فما عندي انا يعني موسم معين حق العروس. اللهم يعني فتره الامتحانات هاي الفتره البسيطه اللي اقدر اقول فيها يعني تقل الكاستمر، بس اوريدي في اوردرات من قبل، يعني حجوزات مسبقه، بس تقريبا على طول العام. يعني ما شاء الله العروس يعني تدخل عندكم الاتيليه جاهزه، الشعر موجود، مكياج موجود، فستان موجود. طبعا هالموديل اللي شفناها قبل شويه، الفستان شغلكم، الشعر شغلكم، المكياج شغلكم. الشعر شغل خديجه جودر. اي بس المكياج شغلكم، الميك اب اي، والفستان التصميم كامل. الفستان من تصميمكم. يعطيكم العافيه. مشكوره اختي عايشه على وجودك معنا اليوم في الحلقه، يعني وجودك كمصممه ازياء ومتخصصه في فستان الزفاف ترولي مهم، انه ما في عرس يحلى او يكمل من غير فستان العروس. الحمد لله. مشكوره اختي، يعطيك العافيه وموفقه ان شاء الله. شكرا على الاستضافه. شكرا لك حبيبتي، مشكوره. ها كنترول، الحين ايش عندنا؟ عرس كامل متكامل، تحطون لنا عشاء؟ بس فستان واحد. ننتقل للفرقه؟ يلا. اي اللي طلع فستان.
ومن آية الأسمر يا زين رجعنا لكم مشاهدينا في الاستديو. يمكن العدة أو الموسيقى بشكل عام والأغاني شيء أساسي وضروري في حفل الزفاف أو في حفل الزواج أو في الحنة أو في الجلوة. يمكن هذا الطق التقليدي الجميل ما يحلى العرس إلا بدونه. أنا يعني اليوم جدا سعيدة لتواجد فرقة إسماعيل دواس معي في الاستديو اللي أكيد خلينا نقول بروزت هذه الحلقة الجميلة، ويسر إنه يكون معي قائد الفرقة إسماعيل. حياك الله، تعال ويانا في الاستديو ندردش وياك عن هاي الفنون الشعبية. حياك، تفضل أخوي. إسماعيل يعطيك العافية. الله يعافيك. أول شيء مشكورين على حضوركم ويايتكم لنا في الاستديو، نورتونا وعطيتونا جو حلو، اضافه يسلمك، اضافه جميله على طبعا ضيوفنا اللي كانوا معنا في الحلقه. قبل ما نطلع على الهواء سالتني سؤال، قلت لي تحبين نبتدي بزفه العروس ولا زفه المعرس؟ احنا نبي نوضح الشغله للمشاهدين، شنو الفرق ما بين زفه العروس وزفه المعرس؟ الله يسلمك. اول شيء زفه المعرس هي تختص بالاغاني اللي تخص المعرس، يعني الارتجاليه شويه، يعني نغني على المعرس ونغني على لين نخلص نغني على ام المعرس الله يسلمك. وزفه العروس فناطري العروس فيها اكثر. فغالبا يعني زفه العروس في الاول يعني مو بالرجال يطقونها، اي النسوان يعني النسوان، اي فيزفونها يعني اليوم العروس يزفونها، يعني يشيلونها لين يوصلونها الفرشه يوصلونها كل شيء. والمعرس يجيبونه من بيتي الله يسلمك، فدزينه يعني دافعينه يدزونه يشجعونه. عشان صار اسمها الدزه. اي من كذي صارت دزه، هي دافع يوصلونه لبيت العروس. فتعتمد هنا الاغاني الارتجاليه شويه تخص صارت يمكن أكثر. اسماعيل انت والشباب الموجودين في الفرقه يعطيهم العافيه، وايد صارت لكم تجارب في اعراس في البحرين، يمكن اعراس برا البحرين. اليوم الدز، فن الدزه هذه او العاشوري للحين ما زال يعني ينطلب في الاعراس، للحين ما زال هذه الجو الفني موجود ومطلوب. هو للحين بس الله يسلمك بعد خلاص تطورت الدنيا، في ناس يعني تحب تسوي الزفه، لان زفه المعرس شيء اساسي في العرس. يعني هذه من الاساسيات في العرس. ففي ناس تطلب ان احنا نوصل المعرس يعني من باب القاعه ل صح، يعني الكوشه هاي مالتي والله فرشه بالضبط. اي فيطلبون يعني من عندنا يطلبون، يعني للحين موجود، لان احنا موجوده بس بقله يعني مو نفس قبل. مو نفس قبل. اي ما يهتمون فيها، الحين يبون شكل. فشكل يعني انها سوينا زفه. لا، الزفه شيء معتمد، شيء رئيسي في العرس. حتى قبل الاعراس الفرقه تم قاعده طول الحفله، طول العرس. يمكن الحين تغير الوضع، ما ادري اذا انا غلطانه تصلح معلومتي او تصحح اللي انا بقوله. صارت العده شغلها بس ان هي تدز العروس او تدز المعرس. ليش تغير هذه كلها ترى؟ لان الله يسلمك الاول الاعراس على فطرتهم يعني الفرق النسائيه ساعات الزف عرفتي، ويقعدون في العرس ويشاركون يعني الحفل هذه كلها. فالحين تغيرت الدنيا، الحين العرس الفرقه تروح ورا الحاجز او الدي جي. فبس فتره قصيره اللي هو شنو ندخل المعرس مثل ما طريت لك بساعه، ندخل المعرس لين نوصل ونطلع. فتخبري متحجبات الحين وهاللون يطلعون ورا الحاجز ويستمرون في العرس يعني مالهم. هاي اللي تغير. ابيك تذكر لي انواع الفنون الشعبيه اللي ممكن ان هي تغنى في عرس تقليدي او عرس بحريني او عرس خليجي. هو العرس الله يسلمك اول ما يبتدي يعني يغنون يعني بالدزه. يعني ويمدحون المعرس ويمدحون ام العروس عرفتي؟ وكان الاول بعد في لا تزعل ام العروس اهم شيء. اي لا هو الزف اللي يجينا حق المعرس بس يختصص المعرس. حلو. يعني اختصاص المعرس هو اللي عباره نمدحه ونغني عليه ونبارك له عرفتي؟ وتالي نطق خماري، والله هو النيندي والله العربي عرفتي؟ وبعدين بس يطقون عاد اللي يقعدون يطقون بالستات، يطقون الاشياء. قلت لي الخماري والنيدي. الخماري والنيدي. انزين، الحين شنو الفرق ما بين الخماري والنيدي والعربي؟ شنو الفرق؟ انزين، الله يسلمك هو الايقاع واحد. بس انه يختلف بين انه الله يسلمك الاغاني الاغاني هي اللي تختلف، بس الايقاع واحد مشابه يعني مشابه يعني كلش مشابه، بس تختلف بين
الاغاني. هذه غير اللي الحين احنا سمعنا آية الأسمر يا زين. اي نعم. وسمعنا دزة العروس. اي نعم. وسمعنا المعرس. نبي نسمع شيء ينطلب وايد منكم في الأعراس، ينطلب وايد منكم في المناسبات. البستة. أنا أحب البستة. نسمع البستة؟ إن شاء إذا الله. في مجال شباب يسمعونا البستة. يلا. الله يعطيكم العافية شباب. البستة. هذه البستة البحرينية. البستة البحرينية تنطلب وايد في الأعراس، تنطلب وايد في المناسبات. في أي وقت من العرس تنطلب هذه البستة؟ في يعني لين خلصوا الزف ولين دش المعرس لين يبون يستانسون، عرفتي؟ فيغنون البستات. حلو. عاد وايد بستات. يعني في هذه البستة غيرها بعد انواع؟ اي نعم. غيرها طبعا في غيرها الحين يطقون يعني عبر مثل الاغاني الحين الناس كلها تبي. انا هاي اللي ابغى اعرفه، الانواع هذه مثلا البستة لها انواع، حتى الدزة نوعين، المعرس والعروس، انا هاي اللي ابغى اعرفه، هاي اللي انا ابي اوصله حق المشاهدين، ان حتى الفنون الشعبيه هي انواع، مو بس الاغاني السريعه، مو بس الدي جي، مو بس اكيد مو بس الدي جي يعني. الحين لان الاعراس في ذي الوقت الله يسلمك يطقون الخبيت ويطقون يعني نفس الاغاني هاي اللي ينزلون في الالبومات. للحين مثلا اهل العروس او اهل المعرس يطلبون هذه الالوان الشعبيه، يطلبون هذه الانواع. بس مو بالكل اللي للحين متحفظ، والله اللي لا معنى في ذي الشيء، والله اللي عارف ذي الشيء حق امهاتنا الكبار والله شيء لهم يعني. حلو. في لون معين مثلا كانوا يطقون النسوان ولون معين يطقون الريايل؟ في فن نسائي وفن. الفن النسائي يتميز بشنو؟ شنو انواع الفن النسائي؟ يتميز الله يسلمك بسرعته، يتميز يعني شو اقول لك، عندك مثلات الترشيده. هاي يغنونها حق العروس. وبالنسبه حق خلينا نقول الرجال مثل ما قلت لك، الرجال يزفون المعرس وبس لين تالي لين غنوا يسمرون عاد. اذا طلبوا يعني يسمرون في محل ثاني ويغنون عليه عاد يعني. شنو الالات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في الدزه، او الالات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في اي عرس او اي حفله؟ الطاره والطبل. ما في اشياء دخيله ثانيه، لان اليوم نشوف في اورج، في ناس تدخل. هذه الفرق الثانيه مثل ما قلت لك يحتاجون يطقون مثلات الالبومات الحين الحديثه والاغاني الحديثه. اما الزف ما فيها اورج ولا فيها شيء يعني. تعتمد على الطار تعتمد على الطبل. نعم. انزين احنا نبي نسمع بعد فن بحريني جميل يعني ينطلب عندكم في الاعراس. قليل عاد. شيء على ذوقك. الشعبيه الحين قليل. يلا شيء على ذوقك، شيء انت حاب تطلع فيه في التلفزيون. مثل شنو؟ ما ادري. ايش في خاطركم شباب تسمعونا؟ يلا علي. ها ايش تعطونا؟